أحد الدارسين الوافدين من المملكة العربية السعودية للتعبير عن مشاعره لمصر وقواتها المسلحة، مقدم عبد الله بن سعود آل موسى. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. كرم العلم وأهله ورفع مكانتهم وقدرهم، وأرسل رسوله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بالحث على العلم والتعلم وذكر فضله ورفعة منزلة أهله. ثم أحمده سبحانه وتعالى الذي شرف مصر على سائر البلدان ومدحها في سالف البيان، وجعلها للعلماء منزلا وللنبلاء موطنا وموئلا. جنودها خير أجناد الأرض، رجالها من أطهر رجال الكون، قادتها وسادتها من مفاخر القوم. واقصد كرام الأهل في مصر التي لبست لبوس كرامة وخلاص، واركب عنان الشوق واطبع قبلة في وجهها وجبينها الدلاص. مصر المروءة والعروبة طالما كانت لعز الدهر خير مناصي. مصر وما أدراك ما هي، إنها أحبار محبرة وأسد فراس. هي حبنا، هي عشقنا، من بحرها لصعيدها ومن السويس إلى ربى أنشاص. السيد الفريق أول عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي. السيد الفريق صدقي صبحي، سيد رئيس أركان حرب القوات المسلحة. أيها الحفل الكريم، إنه لوسام شرف وعزة ورفعة أن أرتقي هذا المنبر أمام ثلة كريمة من قادة الجيش المصري ومن السلك الدبلوماسي للدول العربية والصديقة، في يوم نشر البشر فيه أعلامه وأضاءت الدنيا فيه آفاقه، في يوم فرح وحبور سنودعكم فيه بما حملتمونا فيه من روابط المحبة وبشائر الانتصار. فعيدنا وبهجة أنفسنا وسرور فؤادنا هو اجتماعنا ومودتنا ونصرتنا. لقد وجدنا في هذه الكلية الدراسة الدقيقة والقدر الكافي من العلوم والفنون العسكرية. لقد وجدنا روح المبادئة والابتكار والتفكير السليم والتركيز في الناحية التطبيقية واعتماد أسلوب المناقشة والبحث العلمي. ويكفي أن نقول إننا بالتحاقنا إلى جيش عظيم من أعرق الجيوش العالمية. أيا جيش مصر، أيا جيش مصر، بقيت مدى الدنيا وملكك راسخ وطودك ممدود وبابك عامر. يود سناك البدر والبدر زاهر، ويقفو نداك البحر والبحر غامر. وهنئت أياما توالت سعودها كما تتوالى في العقود الجواهر. حبه وولاده حفظ الله مصر من كل مكروه، وأدام عليكم العزة والرفعة والسؤدد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدية تذكارية للسيد اللواء أركان حرب محمود خليفة، مدير كلية القادة والأركان، يتقدم نيابة عن الزملاء الوافدين السعوديين العقيد طلال القثامي، فليتفضل. كلمة ختامية لقائدنا اللواء أركان حرب محمود خليفة بمناسبة هذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة بعد زميلكم عبد الله من أهل الكلام يعني، فهو طبعا عمل حدث كل الكلام. فأشكرك عبد الله على كلامك الجميل في هذا اليوم العظيم. كل حاجة طبعا كلنا نتذكر، كلنا عارفين
مش نتذكر بل عايش في داخلنا. الآية الكريمة في القرآن الكريم هي دعوة سيدنا إبراهيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. طبعا الآية الكريمة فيها وضح زي ما زميلكم عرضوا إن في أفئدة بتهوي مش تأوي، هي تهوي، يعني هناك هوى في الأنفس، هوى في القلوب لزيارة هذا المكان المقدس. فده جوانا جميعا في هذه الأرض المقدسة المباركة، كلنا نقيم لها كل حب وعشق واحترام، ونتمنى إن شاء الله زي ما زميلكم عبد الله كلكم إن شاء الله تنالوا هذا الموضوع وتزوروا البيت الحرام إن شاء الله في حج أو عمر بإذن الله. طبعا لا ننسى فعلا، ودي أنا بركز عليها، المشاركة المملكة العربية السعودية لإخواتها من الدول العربية والحقيقة غير العربية أيضا من الدول الصديقة في الأمور الإنسانية كثيرة، وده هذا لا يخفى على أحد تماما. فعلا الموقف البارز وكلها مواقف بارزة، ولكن كان ظهر فعلا في الإعداد لحرب 73 لما استخدم البترول كسلاح اقتصادي قوي وفعال في هذا التوقيت. هذا التاريخ لن ننساه أبدا للراحل المقول له الملك فيصل بن عبد العزيز، ده معروف جدا جدا. معاونة السعودية لا تنقطع تماما لكافة الدول الشقيقة لها، وده كل الناس عارفة هذا الكلام. أنا سعيد جدا جدا بزمايلكم اللي عرضوا يوم المملكة العربية السعودية، زمايل بيكم متميزين محترمين منضبطين، وأنا سعيد بيهم تماما زي ما كنت سعيد بيكم كلكم أثناء إعداد يوم كل دولة. أنا إن شاء الله بتمنى للسعودية الشقيقة كل تقدم وكل رخاء، لأن أي قوة أي دولة عربية هي قوة لنا جميعا، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية. متشكرين جدا جدا، وكل دولة متميزة.